عليها ان هم بيلعبوا خارج ارضهم احسن من على ارضهم بالظبط. لانهم فريق كوره، ده اللي يخوفك لما فريق بيلعب كوره تخاف منه. لما فريق بيلعب زي تنزانيا ولا بطل كوت ديفوار ولا بطل السنغال بيبقى فيه عنف اكتر منه لعب كوره. ده ما يقلقش النادي الاهلي او اي فريق مصري. لكن سان داونز بيلعب كوره جميله جدا. ومن ايام مش عايز اقول لك اوسكار فولان مدرب الارجنتيني ثم البرازيلي، تحس ان هم بيلعبوا باسلوب البرازيلي، السامبا البرازيلي، حتى لون الفانلة او التيشيرت الزي بتاعهم عموما زي البرازيلي وزي يعني برازيل مصر طبعا النادي الاسماعيلي الدراويش. النادي الاهلي انا اعتقد اللي هو يجب، هم قدراتهم الدفاعيه كمان كويسه، ما هي دي المشكله، اللي عندهم دفاع جيد يعني هو ممكن يدافع ويلعب على هجمه مرتده. لكن انا عايز اقول لك ان سان داونز بيلعب بطريقه الاهلي 4-3-3، وده معظم الانديه في العالم بتلعب كده، حتى ليفربول وريال مدريد. فدي الطريقه الحديثه، هي التحولات في الخطه بس يعني. انا مش عارف يعني، ما اتمناش الكولر مش عايز اقول يالف ويعمل روتيشن غريب تلاقي التشكيل مختلف. اعتقد التشكيل اللي لعب بيه هو نفس التشكيل اللي اجمع عليه، مع قال لك اللي علي معلول مش بره، مش في القايمه خالص. لاسباب هو قال لسه ما الانسجام ولسه ما رجعش. الجاهزيه الفنيه طبعا هو بيرجعها لكده. كمان الاستبعاد مصطفى مخلوف بدل الحارس يبقى ثالث بعد الشناوي طبعا زي ما انت عارف. في كلام على وسام انه هيكون موجود، ممكن يكون وسام، لكن طبعا. هل تعتقد انه هيبدا بيه مثلا ولا هيبقى للتبديله مثلا اضطراريه؟ لا والله على اساس انه لسه راجع من الاصابه. والله انا شايف اللي هو لما اتمرن معاهم كان حالته كويسه. وبيلعب معاهم بشكل في التدريب كان ظهر بمستوى عالي. وسام عنده الهيدنج والجسم طبعا يعني الفيزيكال. لو انا من كولر العب وسام طبعا، العبه اساسي استفيد بيه. خلي بالك انت عندك ميزه مش هتلاقيها عند حد. تقريبا كومبليت، التذاكر كلها نفذت، الجماهير متحمسه جدا. النادي الاهلي دايما في مباريات اللي فيها جمهور بيقدر يكسب اي فريق. سان داونز صعب جدا، وفي القاهره هيبقى صعب لانه بيلعب خارج ارضه زي ما قلنا افضل من على ارضه، وما بيتاثرش بجمهور. لا لانه هو فريق كوره. وبالتالي احنا عايزين الجمهور ده ياثر في اللعيبه بتاعتنا طبعا.